السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا كامل بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يرحم يوم ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة عليها وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات وينصر خاوتنا في غزة. كيف تكوني الأذكى وسط أهل الزوج وما تكونيش انت هي الأضعف، سواء كنت عروسة جديدة أو راكي ساكنة عندهم منذ مدة، معليش، المهم تتعلمي أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل أبدا. راكي ساكنة مع أهل الزوج، مع العائلة في دار واحدة، عجوزتك، بناتها، ولادها، ذكور، شيخك، حاجة باينة تخافي وتقولي يصراو مشاكل، تسمعي كلمة تجرحك، يشوفوا معك بنظرة عينة ما تعجبكش، ممكن تكون نظرة احتقار، يضحكوا عليك، وحطي في راسك بلي المشاكل راها فيها انتيا ديري ابذلي كل جهدك باه تكون مشاكل تافهه وصغيره، ما توصليش روحك توصلي المشاكل الكبيره، لانه المصارن في الكرش ويتقابضوا. مستحيل تعيشي مع عائله وما يكونوش مشاكل بيناتكم، مع امك واخواتاتك في دار باباك وتقيم مشاكل وتكون مشاكل، ولكن مش كما المشاكل مع دمك ولحمك ووالديك وخاوتك اللي يحنوا عليك ويرجعوا يسامحوك وكأنه لم يكن شيء، مش كما البراني. هذه يعني حقيقة. انتيا راكي غريبة، دخلتي وسط عائلة جديدة عليك، صح ولا لا؟ لازم تكوني ذكية باه تعرفي تعيشي وسطهم بكرامة وبلا ما تخسري زوجك ونفسك. الحقيقة باللي العروسة كي تدخل لدار جديدة، دار عجوزتها، تكون تحت المجهر، يراقبوها، يحطوا عليها العين، يعلقوا عليها، يضحكوا عليها، يحبوا يفهموا، يربشوا، صح ولا لا؟ انتيا ما يعجبكش الحال وتردي بقوة وبعصبية، يقولوا مش متربية، تسكتي يبركوا على راسك. إذن كيفاش ديري؟ إما تكوني ضعيفة تتهاني وتتعفسي، إما تكوني شرسة النار في لاقار تخسري زوجك وتخسري كل شيء. هنا لازم تكوني ذكية وتلعبيها عليهم وتمشي بقلب بارد، أعصاب هادئة. أول غلطة اللي تطيحي فيها وهي أنك تدخلي عروسة جديدة، تحبي ترضيهم، تحبي تعجبيهم، تنعتي روحك، تنعتي شطارتك، تدمري كيداب. ولو تكوني مريضة وما كيش قادرة تروحي وتنعتي روحك، شوفوني راني فحلة، راني حرة، راني لا تنسى، راني كل الصبع بصنعة، ومن بعد هما يوالفوا الداب يحرص طول. من بعد كنت تحبي تتراجعي ما يتقبلوهاش، يعودوا هما قاعدين وانت اللي توجدي، انت اللي تنظفي، انت اللي تطيبي. هذا خطأ فاتح. انتم راكم عائلة، بزاف افراد العائلة، كل واحد يخدم خدمة، تقسمي مع بنات عجوزتك، تقسموا الخدمة، كل واحد واش يدير، ما كيش عايشة في الدار وحدك، صح ولا لا؟ الحاجة الثانية انك تكوني قبيحة وتردي على كل شيء وتعلقي على كل شيء، كما قلت لك النار في لاقار. كل تصرف عيان، كل كلمة شينة، كل لقطة ماشي مليحة تردي عليها، وهذا خطأ. لازم تتعلمي أمور تغمضي عينك عليهم، ولازم أمور ما تعجبكش تكوني صريحة وبكل لباقة وبلا ما تعلي صوتك وتنوضي تندبي ويسمعوا الجيران فضايحك. قال يا حبابي يا العزاز، سواء كانت عجوزتك ولا اخته ولا اخوه، انا ما نحبش واحد يهضر لي الكلمه هذه، راني زعفت، ما تزيدوش تعاودوا ديروا لي هكا، ما تزيدوش تعاودوا تقولوا لي هكا، راني ما نحبش. ما تسكتيش على كل كلمة مش مليحة يقولوها لك، ما تعقبيش الإهانات، فهمتي؟ توقفي بكل حزم وصرامة وثقة وتقولي الجاست هذا ما عجبنيش، الكلمة هذه اللي قلتيها لي راها ما عجبتنيش، ما تزيديش تعاوديها لي. تكون الأمور واضحة، وعمرك لا تفرضي وجودك بالعياط والصوت العالي والصراعات، فهمتي؟ الذكية ما تكونش همجية، الذكية تعرف كيفاش تمشي وما تخسريش راجلك وما تخسريش العائلة كاملة وتبيني روحك فرس وجادور وبلا حشمة. مول العقل في راحة. والنقطة اللي نركز لك عليها، صلاتك ودينك تحكميهم، الصلاة، قراءة القرآن والدعاء يوميا في وقتهم، ما تفرطيش فيهم وما تنسيهمش.
مايش تروحي لدار الناس تتلهي بالراجل، تتلهي بالقش جديد، تتلهي بالذهوبات، تتلهي بالتبدال وطيشي صلاتك. اياكي ام الزوج ما ديريهاش عدوه ليك وتعانديها، بالعكس عامليها شغل، راها مرا كبيره خرفت، سيسيها ايه وديري رايك. فهمتي ولا لا؟ ما تدخليش معاها الكلمه بالكلمه والشياط عليك، تهضر لك كلمه تردي لها 10. لا ممنوع. مع اخت الزوج نقول لك ردي على حقك، خوه نقول لك ردي على حقك، مع العجوزه طفي الضوء. فهمتي؟ واياك تشكي لراجلك من مو خواتاته. نجيبها لك من الاخر، الراجل راهو ديما في صف مو خواتاته، ظالمين ولا مظلومين. فهمتي ولا لا؟ ما تكسريش راسك وما تدخليش السوس في راس راجلك وراكي تعيي روحك وما تربحي والو. تدخلي لامك دارت لي، امك فعلت لي، اختك دارت لي، اختك فعلت لي، راهو يكرهك. هاني باش نقولها لك، اللي يرد على الخايب يولي كيفو. ما تروحيش ما ديريش واش راهم يديروا، هما حكموه يعمروه، الله يسهل عليهم. انتي اهضري عليهم في الخير، من بعد هو يخمم يقول لي سبحان الله هي مسكينه تحبهم وتهضر عليهم في الخير وهما ياكلوا فيها ويحرشوا فيا عليها. كوني ذكيه ما تقوليش بهلوله. حكايه داركم والشي اللي صرا في دارك والهوش والمشاكل اللي كانت بين والديك وبينك وبين خاوتك اياكي تعاوديها. واياكي تقولي لهم خويا يدروغي ولا كشما حاجه، اياكي تقولي لهم الزبايل اللي راها صايره في الدار اذا كانت كاينه، من بعد يعايروك بهم. هاني باش نقول لك، خاوتك ملايكه، والديك ملايكه، كنتي عايشه في جنه الفردوس، شي ما يخصك، كنتي عايشه ما شاء الله، عشت الملوك. ووالديك ما كانش كيفهم وخاوتك ما كانش فيهم كيفهم، عائله مثقفه متعلمه راقيه، كيفاهمه بلاك جبدي الخرايب. قلت لك ما كاش الثقه، ما تثقيش فيهم، ما تخدعي، ما ديري لامان، كيفاهمه. والفم المغلوق ما تدخلو ذبانه، اغلقي فمك، ما تجيبي ما تدي الهضره النميمه والقيل والقال ممنوع. راه كلش يدور عليك، هما راهم فاميليا واحده وراهم يجيبوا لك الهضره وانتي كاش ما تهضري راهم يروحوا يعاودوا وتخرجي انت اللي ما تصلحيش. يا اختي غلقي فمك، ما تلمي لا ذنوب لا حتى شيء. البسي لباس محترم قدام شيخك وقدام عجوزتك وقدام خاوت راجلك، لا للتبرج، تبرج اهل الجاهليه. فهمتي؟ ما تجمعيش مع خاوت راجلك الرجاله وتلعبي معاهم وتدخلي وتخرجي كي البرا المشرومه. هاني نوصيك الوصيه دي وحطيها في راسك، عيشي بيناتهم كي الطيف، ما تدخلي في حتى حاجه في كلامهم، ما تعلقي على حتى حاجه، ديري خدمتك وروحي لشومبرتك. يقعدوا يجمعوا يهضروا، اغلقي فمك شوفي بالعين وخلاص. قال انا والله مانيش مالفه نحكي، ما نعرفش نحكي، ديما ساكته، ما في دارنا مع ما وخاوتي ما نهضرش. فهمتي يا؟ واياك والصراعات مع زوجك، كاش ما تنوض الحرب بيناتكم، تنوضي تعيطي وتندبي وهو يضربك وانتي تسبي، والخلا والتبهديل والفضايح بيناتهم وهما يجيو يفرقوا. يا ذيك التبهديله بالك ديريها، ابلعي من راجلك وسكتي. هاني باش نهضر لك. واياكي تلعبيها متكبره ولعبتها والكذب والخرطي، انا كنت كذا في دارنا وانا كنت ندير كذا وانا كنت ناكل كذا وحنا كنا نروحوا نحوسوا كذا وانتي كذب وخرطي. يا اختي ما تهضري لا الايجابيات للسلبيات. هاني باش نقولها لك، خلي روحك علامات استفهام وتعجب، ما تمدي حقيقتك لحتى واحد، خلي روحك غامضه. فهمتي ولا لا؟ وش راح نقول لك، مش كي تتزوجي خلاص تحبسي حياتك، لازم تبقاي تقراي كتب، تبقاي تقراي، تبقاي تطالعي، تبقاي تطوري من روحك، تبقاي تخدمي على نفسك، حاولي تدخلي دراهم. اذا راكي تخدمي برا عامله، ها اذا ما كيش عامله خدمي في الدار، عيشي لربي وتعلقي بربي، ما تتعلقي لا بالزوج لا بالعائله، ورضي ربي وما تخمي ترضي حتى واحد. انتي عيشي مع زوجك بما يرضي الله ومع عائلته، اعطي لزوجك حقوقه وواجباته وفقط، لا زياده ولا نقصان. كما ديما نقولها، الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. لازم تفرقي بين الذل والطيبه، ما تكونيش ذليله يلعبوا عليك يبركوا عليك تدمري عليهم وتقولي انا ناس ملاح نيه. وما تكونيش ولازم تفرقي بين الهيبه والغرور، الغرور حاجه والهيبه حاجه، لازم ديري هيبه لروحك، راكي فاهمه، بما يتجاوزوش حدودهم معاك.
ديري حدود ليك واحد ما يتجاوزها. كما قلت لك قبيل يهضروا لك كلمه عيانه سور بلاص، انا ما عجبتنيش الكلمه هذه، من فضلك ما تزيديش تعاوديها لي. راكي فاهمه؟ ما تربشيش في امور خاطياتك، امور تخصهم هما، امور لا تعنيك انتيا. راكي فاهمه؟ الشيء اللي خاطيك يعييك، ومن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. اخطيك منهم، تدخلي في حياتهم تربشي لهم، يجيو حتى هما يدخلوا في حياتك يربشوا لك، ومن بعد تعودي تجي ليا ام يتدخلوا في كل شيء، ام يسقسيو على كل شيء. ما تسقسيهم ما يسقسيوك، اني باش نهضرها لك. وما تعطيش رايك في اموراتهم الا اذا طلبوا رايك. فهمتي؟ واحد ما طلبش رايك زمي فمك، ما عندو ما دخلك، وما تتجسسيش عليهم. راكي فاهمه؟ الله يسهل عليهم. عيشي اربحي راحتك واتقي الشر اللي فيه الشر. كي يتقابلوا كيما قلت لك جبدي روحك، ما تميلي مع حتى واحد. اللي يدخل بين الظفر واللحم يندم. عارفي حدودك وحفظي بلاصتك، شوفي بالعين وسكتي، ديري الخير لوجه ربي. كي طيبي ولا تخدمي ولا كاش ما ديري لوجه الله، وفي حدود، ماشي انتي اللي تهزي لهم الدار. راكي فاهمه؟ قالك دير الخير ونساه، دير الشر وتفكروا. تخدمي قيسك انتيا، اقسموا الخدمه بيناتكم. هذه هي واش راح نقول لك. وحبيت نقول لك ماشي لازم يحبوك، ماشي لازم يعاملوك كانك بنتهم اللي ولدوها، ماشي لازم تدخلي قلوبهم كامل ويرضاو عليك. راكي فاهمه؟ الاهم واللي نخدموا عليه يحترموك وفقط. كوني ذكيه باه تعيشي في وسط النار وما تتحرك ما تتحرك. نزيد نعاودها لك، كوني ذكية باش تعيشي وسط النار وما تتحرقيش، وما يذلك غير نفسك وما يوقفها غير عزك. ربي سبحانه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. وانا نقول لك يا نحولتي يا عسولتي كوني حرة الحراير. ويا البونديات الجام ما كانش، البارطاج ما كانش، وكاين جماعة بزاف تتفرج وتبخلني بابوني. المرة الجاية والله ندعي عليكم بالشر. سلام.